السلام عليكم متابعي القناه. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. قبل ما نبدا القصه ديال اليوم ما تنسوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. اليوم بغيت نشارك معكم القصه ديالي. عارفه بزاف الناس غادي يلوموني، ولكن الغلط ماشي ديالي. انا مجرد ضحيه زواج فاشل، الزواج اللي كان من وراه الطمع. والدي اللي خلوني ندير هادشي كامل. انا من عائله متوسطه، عائلتي كتكون من اب وام، حنا جوج بنات وجوج ولاد. انا الكبيره في خوتي. كنت عايشه وسط عائلتي عادي جدا بحال اي بنت. قريت الحمد لله وخديت الباك ديالي، وكنت ناويه نزيد نقرا ونجتهد ونوصل كاع اهداف ديالي. بالحق ما كملش عليا الله، كتب عليا واحد المكتوب لما كنتش راضيه عليه. فاش خديت الباك ديالي بنقطه زوينه كنت تنفكر شنو غادي نقرا من بعد، حتى تسلط عليا واحد السيد. هداك السيد كان تيعرف اب ديالي، هو كيف ما تنقولوا ميسور الحال، كان عايش على برا في عمره 45 عام. جا عند بابا قال لي بغيت وحده في بناتك الزواج. بحكم هو عايش في فرنسا بابا طمع. جا عند الام ديالي قال لي هنزوجو حياه عليا انا كنت واحد البنت اللي نشيطه وفرحانه، كان قدامي مستقبل زوين بزاف. احلامي كلهم ولاو ظلمه. طبيعه الحال فاش قالتها لي يا ماما، قالت لي راك غادي تزوجي بفلان، لحقاش هو كان معروف في العائله ديالنا، لاباس عليه وعنده مشاريع. بحال ضرباتني بتصرفيقه. انا رفضت، قلت لها ابدا ما تزوجش بيه، انا باغا نكمل قرايتي ونخدم ونحقق احلامي. زايدون هداك السيد راه كبير عليا في العمر، راه الفرق بيناتنا اكثر من 20 عام. قالت لي يا بنتي انا ما عندي ما ندير ليك، القرار ديال باباك. بحكم انا الام ديالي كانت مسكينه درويشه، وهضرتها ما كتمشيش قدام هضره الاب ديالي. بابا كان شويه قاصح وصعيب، هضرته هي اللي كتكون في الدار. فاش جا الاب ديالي في الليل خرجت لعندو وانا كنبكي، قلت لي بابا ما تضيعنيش، انا باغا نقرا، باغا نحقق احلامي. قال لي لا، خصك تزوجي وتستري راسك. بحال انا كنت شي وحده خارجه للطريق. هضر معايا بهاد الهضره، وزايدون هاد السيد غادي تعيشي معاه مزيان وغادي يتهلا فيك ويتهلا حتى حنا. بابا فاش قال لي هاد الهضره استمني بزاف، حيت كنت حاطاه واحد المرتبه اللي كبيره وكان عزيز عليا، واخا كان قاصح وقاسي فيه بعض المرات. طاح ما بين عينيا. قلت لي لا، ما باغيش نتزوج، واللي بغى يوقع يوقع. بحال تحديته. قال لي عرفتي شنو غادي يجيك مليح، يا غادي تزوجي بهذا السيد يا الباب. فاش تيحطوك الوالدين في هذا الاختيار ما بين تزوجي بشي واحد ولا تخرجي للزنقه، بطبيعه الحال غادي نختار نتزوج. بحكم انا ما عمرني عرفت الزنقه كيفاش دايره. بكيت تشبعت، نتفت شعري، ندبت، وفي الاخر وافقت، واخا انا ما راضيش على هاد الزواج. كيف ما تنقولوا دايره غير الخاطر الوالديه وصافي. جا داك السيد وجاب عائلته وجاو خطبوني. ما نقولش لكم شنو جابوا، ولكن داك الشيء كاع اللي جابوا انا كاع ما همني. نهار الخطبه ديالي بحال نهار الكناسه عندي، الناس تيضحكوا وانا في قلبي غمه باغا غير نبكي. بعض المرات تهبطوا لي الدموع غير بوحدهم. كلشي لحظه فيا. كيجي الاب ديالي قدامي كيبقى غير يخنزر فيا باش ما نديرش فضيحه. هو كان عاد جا من فرنسا، كانت عنده تقريبا 3 شهور، وفي هاد المده خصنا نديرو فيها كل شيء ما بين خطبه وعرس ونروح لداري. كيف ما تنقول درنا الخطبه، دازت تقريبا شي 15 يوم، درنا العقد صافي، من بعد درنا العرس ورحت لداري. ما تصوروش اخوتي اللي الدخله كيفاش غادي تدوز عندي، بحال شي واحد شادني بالزز وما حاملاه ما قابلاه. اصعب حاجه في الدنيا انك تزوجي بشي واحد ما باغاش وما كتحمليش. كان قلبي كيتقطع وغير تنبكي. هو عارفني ما بغيتوش، وقلتها لي، قلت لي انا راه ما باغياكش، راه الاب ديالي بزز عليا نتزوج بيك. قال لي واخا ما تبغينيش انا راه باغيك وما كيهمش، مع المده تولي تبغيني، راه الحب كيجي من ورا الزواج. زايد راه ما غادي يخصك معايا حتى شي خير. صافي انا صبرت وسكت، قلت غادي يدوز واحد المده وغادي نطلب الطلاق ونطلق. ولكن بعض المرات كنفكر في الاب ديالي انه عارف الا طلقت ورجعت عنده غادي يجرى عليا، خصوصا عندنا حنا في العائله الطلاق عيب. المراه المطلقه يعني بحال شي وحده فاسده. مهم دوز معايا داك الشهر ومشى لفرنسا. ايوا انا بقيت مع دارهم، غادي يدوزوا عليا واحد العذاب،
خصوصا الام ديالو كانت قاصحه وخايبه. تصورو كتفيقني مع 7 ديال الصباح، كتبقى تقول لي حنا ما عندناش واحد يبقى ناعس حتى 8 ولا 9، خاصك تنوضي وتوجدي لينا الفطور. كنوض مع 7 بحكم انا ما عندي لا دراري، ما عندي حتى شي مسؤوليه، على الاقل نبقى ناعسه حتى 9 عاد نفيق. المهم كنوض مع 7 كنوجد ليهم الفطور. كانوا ساكنين معايا الويسي وعيالاتهم، ولكن عدوزتي كانت حاطه عليا انا، باغا ديرني تحت الصباط وتسيطر عليا. المهم كنجمع الدار نوجد الغدا، خاصو يكون مع 12:30 محطوط فوق الطابله، وربعة العشيه تاني كاسكروط، والعشاء عاوتاني 9 خاصو يكون موجود. ما جابونيش كزوجه ولا كيشوفوني بحال مرات ولدهم، لا، جابوني بحال شي خدامه. كيتمارس عليا جميع انواع العنف اللفظي، كيبقاو يمعنيو عليا هي وبناتها. صافي انا تقارت، كنعيط لراجلي تنشكي ليه، تنقول ليه ها شنو تيديروا ليا وها شنو. ايوا هو تيهزها حاميه وسخونه وتيوصلها لمور خواتاتو. الصباح كيبقاو معنيو عليا، واخا تضلي تعمري ليه فراسو راه غادا تبقاي جالسه عندنا بحال شي خدامه. يعني السيد ما عندوش شخصيه قدام عائلته، مسيطرين عليه. صافي انا تقهرت، كملت عام وانا عايشه في العذاب. قلت لي يا اما دير لي حل يا اما طلقني. مهم جا من بعد داك العام ارجع عادي، قال لي ها انت عايشه بخير باكله شاربه، انا كنصيفط لك الفلوس كل شهر، اشنو بغيتي مازال. قال صار 15 يوم عاود رجع تاني لفرنسا وخلاني. انا بقيت عايشه هكاك عيشه ديال العذاب. واخا هو اللي كيصرف وكيصيفط الفلوس، هما بحال تصدقوا عليا، بحال هما اللي هازيني. انا تقهرت بزاف، ولا عندي واحد الفراغ في حياتي كبير. وليت تندخل جروبات كنجمع فيهم غير باش ننسى دوك المشاكل اللي عايشه فيهم. بقيت كنهضر في واحد الجروب تقريبا شي شهرين، واخا العذاب وتماره وكل شيء تندخل هذاك الجروب وتنفوج وتنضحك شويه. واحد النهار هو يدخل عندي واحد الدري الخاص، بقيت كنهضر انا وياه، كيعاود لي على حياته الشخصيه، عاودت ليه على مشاكل اللي عايشه فيهم، وقلت لي كيفاش تزوجت. الصراحه بقى تيواسيني وتيقول لي شي هضره معقوله. هذاك السيد حسيت بيه تينصحني غير الخير وتيفوج عليا. ولينا تنهضروا ابل فيديو بالتخبيه عليهم، لحقاش عجوزتي ديما كنلقاها من ورا الباب كتصنت عليا. هذاك السيد بقيت كندوي معاه لمده 4 شهور. الصراحه تعلقت بيه، وليت كنرتاح ليه لدرجه الا ما هضرتش معاه شي نهار كيبقى فيه الحال. صافي وليت تنبغيه، والزوج ديالي نسيته انا اصلا من الاول ما كنتش كنحمله. صافي انا تعلقت بهذا الولد وقررت نهرب من الدار، وغادي نهرب ونمشي حتى لعندو فين ساكن. جمعت وراقي، جمعت حوايجي. واحد النهار هما كانوا معروضين واحد العرس، خليتهم غير خرجوا ومشيت تنجري المحطه ديال الكيران. ركبت في الكار لهاديك المدينه، مشيت لعندو بلا ما نتردد بلا ما نفكر في العواقب. صافي وصلت تلقى ليا، مشيت معاه للدار، وهاد الدار كان غير كاريها. مشيت وبقيت جالسه معاه. وما نقولش لكم اخوتي الصراحه درت غلط كبير، كاع الناس غادي يلوموني على هاد الشيء اللي درت. اني مشيت عند السيد وانا مازال مزوجه براجل اخر، ما بدلت لا نمره لا حتى شي حاجه. خليت نمرتي، خليت تليفوني. صافي فاش رجعوا لدارهم ما لقاونيش، هما يعيطوا عليه، قالوا ليه راه مشات. هو عيط لي قال لي فين؟ قلت لي انا عييت ومليت، راني هزيت حوايجي ومشيت. قال لي فين مشيتي؟ قلت لي مشيت بلاصه اخرى. قال لي انا على الشيطان ورجعي. قلت لي لا ما راجعش، انا باغا نطلق. قال لي هذاك النهار هو اللي عمرك تحلمي بيه. اب ديالو خوتي تعيطوا ما تنجاوبهمش، كنجاوبو غير هو فقط. قلت لي غادي تطلقني بزز منك ولا غادي نطلق راسي. مهم بقيت مع داك السيد، وقعنا في الحرام، ولينا كنديروا علاقه حميميه بحال راجل ومراتو لمده شهرين وانا جالسه معاه. راجلي تعيط ليا تيقول لي نصيفط لك الفلوس حيت انا كاذبه عليه. قلت لي راني كاريه بوحدي، كاريه بيت مع الجيران، فعلا تيقني. كيصيفط ليا كل شهر وكنخلص الكرا مع داك السيد، ومنها تنعاون راسي باش تنعيش. انا جالسه مع داك الولد في نفس الدار، هو ما على بالوش، عند بالو انا تقارت من دارهم ومشيت كريت بوحدي. بابا بغى يخرج لي عقلو، ما خلا فين قلب عليا، كيعيط لي كل دقيقه
ولكن انا ما كنجاوبوش لحقاش هو السبب في هذا الزواج الفاشل. بقيت مع داك السيد كيف ما قلت لكم شهرين. واحد النهار مرضت بزاف وجاوني اعراض ديال وحده حامله. كنت تقيات تشدني الدوخه وتنطيح. قلت لداك السيد اللي معاه، قلت لي راني مريضه. قال لي سيري دوزي انا نمشي معاك. مشيت دوزت، سحب عندي غير المعده، تنتقيه بزاف. والطامه الكبرى غادي يقول لي الطبيب راكي حامله. تما غادي نتصدم، وحتى السيد اللي معايا غادي يتصدم. بقى غير تيشوف. الطبيب لاحظ علينا الصدمه وقال لنا واش نتوما مزوجينش؟ قلت لي لا راه حنا مزوجين. قال لي علاش ما فرحتوش؟ قلت لي غير ما باغينش الولاد دابا وما بغيش نبين للطبيب حتى حاجه. صافي الله هبطي في الدروج، بقى تيخاصم عليا علاش ما دايرش الحطيات ديالك وعلاش غادي طيحينا في هذا المشكل. واش غنديرو دابا وانتي مزوجه ولا غنمشي للحبس؟ صافي انا مصدومه ومرفوعه. بزاف الناس غادي يعاتبوني، يقول لي انت جالسه مع راجل وبغيتي ما تصدميش. عادي، غادي نقول لكم تصدمت حيت كنت دايره موانع ديال الحمل، ولكن في الاخر تصدقت حامله. صافي مشيت وبقيت تنهضر مع داك السيد اشنو خاصنا نديرو، واش نطيحو ولا شنو. قال لي تحملي مسؤوليتك، ما نعقلش عليك. صافي فاش قال لي هاد الكلمه صدمني. بقيت تنفكر. واحد النهار خرجت باش نتقد شي حاجه، رجعت للدار لقيت قفل مبدل، وتلقى السيد هز حوايجو ومشى. مني مشيت عند مول الدار وسولتو، قال لي السيد راه عطاني الكرا ديالي وهز حوايجو وخرج. قلت لي واش ما قالش لك فين؟ قال لي لا. تنعيط لي في التليفون طافي. قلت مول الدار خليني ندخل. قال لي فاش عرفتك غادي تخلصيني في الكرا. بقيت تنرغب فيه حتى حل لي الدار ودخلت. صافي بقيت غير مصدومه وكنبكي. حسيت الدنيا دارت بيا. شنو نقول راجلي، شنو نقول لعائلتي؟ مصيبه كحله طحت فيها. كنصوني للسيد والو. اشنو غادي ندير؟ نمشي نديكلاري بيه؟ غادي يشدوني بخيانه الزوجيه. شنو غادي ندير؟ بقيت جالسه تنفكر. تصوروا معايا يومين ما قدرتش ناكل، كنشرب غير الماء. كنفكر لراجلي الا عرف انا حامله غادي يدعيني بخيانه الزوجيه، غادي نتشد في الحبس وهذا الولد ماشي ولده. بقيت تنفكر حتى وصلت لواحد الحل. قلت لي هانيت انا باغا نطلق من راجلي. غادي نقول ليه راني حملت مع واحد السيد، انا باغي غير نتفك منه. هادشي اللي في كرشي غادي نربيه بوحدي وغادي نخدم عليه وندمر عليه، ما غاديش نطيحو. الا هو شمات وهرب وخلاني انا غادي نتحمل مسؤوليتي. عيطت على راجلي، بقيت تنهضر معاه. قلت لي انا ما كاريش بوحدي، انا مشيت عند واحد السيد، انا راه دابا حامله منه، غير طلقني بلا صداع بلا مشاكل. الطامه الكبرى غادي تصدمكم وتصدمني، هي ردة الفعل ديالو. هو يقول لي فين كاين المشكل؟ الا كنتي حامله ماشي مشكل، انا غادي نهزك ونهز الولد اللي في كرشك. انا هو باه. الصراحه تصدمت واحد الصدمه ما طاحتش لي على البال. بقيت حاطه التليفون على ودني، ما بقيتش قدرت نهضر. قال لي انا غادي نجي، غير قول لي انت فينك، غدا الا بعدو انا عندك. بقيت تنفكر ياك ما بغى ينتقم مني ولا يديني للحبس. بقاو كيطيحوا لي بزاف ديال الافكار في راسي. صافي قلت لي اللي بغى يوقع يوقع. عطيته العنوان، جا عندي للدار من بعد يومين. هضرت معاه، قلت لي انا خنتك، اللي بغيتي ديرو دابا. قال لي انا ماشي حماق باش نشوهك ونشوه راسي. صافي هاد الولد اللي في كرشك راه ولدي، وهاد الدار اللي ساكنه فيها حيدي منها وانا غادي نكري لك دار وحده اخرى، نبقى نصيفط لك مصروف. صراحه صدمني بهضرته. فعلا مشى قلب على دار فرشها. قال لي جلسي فيها، انا غنبقى معاك مده شهر. فاش نمشي سيري عند عائلتك قولي راني ساكنه بوحدي وحامله، يعني حملت في هذه المده ديال الشهر. بقيت غير مصطومه، هو تيخطط لهذا الشيء، انا غير حاله فمي وكنشوف. انا باغا نتفك منه باي طريقه، هو ما لاصق فيا. المهم مشى وخلاني في الدار. جلست شي شهر ونص، مشيت لدارنا. بابا بغى ياكلني، قال لي فين كنتي غابره لهاد المده كامله؟ تنعيط لك وما تتجاوبيش. قلت لي صافي تقارت راني مشيت، راه راجلي كرا ليا. فعلا باش يتيقوني جاو معايا للدار يشوفوا باش يطمئنوا عليا. صافي رجعوا في حالاتهم، انا بقيت جالسه. دوزت تقريبا 4 شهور، عاد قلت لماما راني حامله، راه عندي شهرين ديك الساعه، انا عندي 5 شهور. هما فرحوا بزاف. المهم بقيت جالسه حتى قربت نولد، وجا راجلي اداني الطبيب ولدت على 9 شهور. ولكن عائلتي وعائلته
قال ليهم ولدت على 7 شهور. فرح بديك التربيه واخا ماشي ولدو، وحطو في الوراق وكيصرف عليه عادي. الصراحه هاد السيد ما عرفتش عقليته كيفاش دايره، تقريبا ما كاينش راجل غادي يقبل بهذا الشيء اللي درت. هاد السيد صدمني، عرفتو تيحماق على ولدي بحال لا من صلبو، اي حاجه خصاتو كيحضرها لي. هاد السيد طلع ولد الناس. المهم هذه هي قصتي الغريبه. هاد القصه واقعيه، ما تبخلوش عليا بالجيم وتخلوا لي لي كومونتير، وشكرا.